رفراف بلدة أندلسية عميقة في جذورها التاريخية. موقعها جاء ما بين راس جبل وغار الملح والمتلين، وتعتبر حومة السور والسوق والعوينة وعين بلد والمندرة والرميلة النواة الأولى لبلدة رفراف، غداة قدوم العائلات الأندلسية الأولى. وتبدأ حومة السوق من بحذا زاوية البيع اللي وراها جاء جامع الهدى، بحذاها على المدخل نراو دار الحاج محمد الأحمدي ودار بلعم، وعلى اليمين دار عرافة سابقا ميلاد حاليا. في جنبها بقلية الحوات ودار مصفى زمزم. في جنبهم يعرضنا نهج دار عزوزة والمبروك وعليا. في يسارهم بقايا لقبة زاوية العزوزية اللي اندثرت خلال الخمسينات. وتدريجيا واحنا نقدموا يعرضنا نهج محوري هو نهج العوينة اللي كان سابقا سواني لزراعة الخضر. والعوينة من سكانها دار لاغا، وهما عائلة أتراك خدموا في الجيش العثماني سابقا. بحذاهم نلقاو في زنقة قزي عائلة شعبان والكواش والكمون والوسلاتي. ومدخل زاوية العزوزية وهي من أطول الزناقي رفراف، ما زالت تضم لليوم عائلات أندلسية وسكان وافدين معاهم كيف البنزرتي وسالم وبلي والوسلاتي. فين لقينا في دار الشريف حسب العادة عولة الكسكسي الأصلي منشورة والبرغل، وهي من أكلات رفراف المشهورة. ومن بحذا مفترق دار بن يوسف نلقاو في مينا دار القريتلي وبقنيش ودار الشيخ أحمد عيد وديلو وبلي، وهي عائلات أندلسية الجذور استوطنت في رفراف بداية من سنة 1824. في جنبهم زنقة حمدون المتسمية على كتاب المدب الهادي حمدون. ورجوعا من بحذا دار زمزم اللي جات بجنب دار العروسي الكواش يقابلنا حانوت من رمضان الجزار ونهج الهادي شاكر اللي رجعنا لنهج العوينة. ومنه نلقى نفسنا داخلين في اتجاه السوق اللي شد خلال معركة التحرير في هالبقعة هذه بالذات سقوط شهداء في ليلة 23 أكتوبر 1952 اتخلدهم اللوحة الرخامية اللي قدامنا. وغير بعيد يقابلنا على مدخل السوق الجامع الكبير، يقولوا كانت قدامه خلال الأربعينات أسباب للسقاية. مقابلهم ما زالت لليوم حانوت زمنية لعلي بن عثمان وحانوت زهير الخضار. في ندخل مباشرة من جنب الجامع الكبير للرحبة الكبيرة اللي كانت سابقا تمثل محور اقتصادي مهم لبيع النعمة وكذلك للمنتوجات الفلاحية المشهورة بهم رفراف، وكذلك ما زالت ملجأ للقعدات مع براد التاي. وكانت تضم الرحبة سابقا قهوة فرج وحانوت عمر الصغير الحجام، كما كانت في الزر بنية حمدانة فوق منها كان الحجام الصادق بجلبية وعطرية الحاج حمدانة. وخروجا من الرحبة يقابلنا باب صغير يعتبر الباب الأصلي المتبقي، كان عبارة على بوابة تربط ما بين حومة السوق وحومة عين بلد. في نهبط مباشرة من بحذا قهوة الشيخ سابقا للرحبة الصغيرة والجامع القصر. بحذاه نلقاو عائلات المدوري ومولانا وفرج، وصولا لناه جامع القصر وحومة السور. يقولوا أغلب بناءاتها جات فوق قلعة بيزنطية، ما زالت البعض من أحجارها متواجدة في بعض الأزقة والأنهج. في نهبطوا لحومة عين بلد من خلال الدروج اللي قدامنا لسواني رفراف القديمة، مرورا الحومة وعائلات دار حفيظ وصالح لاغا. كما نلقاو يقرب منهم المقر السابق لأول بلدية في رفراف من عام 1931، إضافة لبقايا لمعصر دار بالرايس اللي ما بقى منها كان الاسم. كما تضم الحومة عديد الديار لعائلة زمزم العريقة، إن خص بالذكر منهم
دار الأستاذ الهادي زمزم المولود سنة 1889، ورجل التربية والعلم، ووالده الفقيه عمرو زمزم اللي اشتغل بالقضاء أيام حكم المشير أحمد باشا باي.